السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جيف مي 5. الأهلي تعادل. الأهلاوية كلهم زعلانين جدا عشان أنت المفروض تخرج من الشوط الأول كسبان على الأقل 4-0، مضيع 5 أهداف مؤكدين. ضربة جزاء أنا من رأيي الشخصي كان المفروض زيزو يشوطها، وسام وجون الأوفسايد، وأوفسايد حقيقي فعلا مفيش أي اختلاف عليه. و وامام اللي ضيع الكرة وهو مصاب ما اقدرش الومه، ويا رب يكون اصابة بسيطة. غير كرة برضو زيزو وتريزيجيه اللي ضاعت، انا مش عارف ضاعت ازاي، بس الحمد لله. بس قبل اي حاجة عايزين نصلي ونسلم على اشرف خلق الله سيدنا نبينا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. متنساش اللايك والسبسكرايب. الاهلي شرف مصر حرفيا في المباراه دي. شوط اول انت مكتسحه، انا يعني تعادل عادل بسبب احداث المباراه، ولكن لو انت كنت بدات جبت اهداف، يعني جبت 3 اهداف على الاول في الشوط الاول، كنت هتخرج مستريح وهتخش الشوط التاني وانت مستريح. مش هيخش فيك اهداف، ولو دخل هيبقى جون، مش هتوصل ل3، وكان زمانك خدت اسهل 3 نقاط. مش هقول الاهلي ضيع من ايده، لا، هقول الحمد لله تعادل عادل، لان هم برضو الشناوي نجم اللقاء شايل كتير قوي الشوط التاني. بس نقف عند حتة الفرق الشاسع ما بين الشوط الاول والشوط التاني. اولا اللياقة بدنية، مفيش لياقة بدنية، انت طلعت كلها الشوط الاول. لازم تقسم لياقتك البدنية، ربع اول، ربع تاني، ربع تالت، والشوط التاني نفس الكلام. ربع اول تهدى، ربع تاني تشد قوي، ربع تالت على الهادي او متوسط، لازم تظبطها. انت عمرك ما هتدي لياقة بدنية 90 دقيقة على طول، مستحيل. احنا شفنا فرق شاسع ما بين الشوط الاول والشوط التاني. الحاجة التانية، حسين شحات. ايه حسين ده انت جاتلك، انت مش باص بتاعك كتير، بتحتفظ بالكورة كتير. جاتلك اخر فرصة في اللقاء بعد الكورنر اللي اتلعب في الدقيقة 7 يا مؤمن، رايح 4-3 وفضلت رايح وتأنن بيها، بصيت جون. لا، استنى، فضلت في رجله مأنن لحد لما جه المدافع طاح. ليه يا حسين؟ لا. وفين بن شرقي؟ ليه ما نزلتش بن شرقي بدل تريزيجيه؟ ليه نزلت حسين شحات؟ ليه بن شرقي حطه جنبك؟ انا مش فاهم يعني انا شايف بن شرقي احسن من حسين بكتير جدا، احسن من حسين بكتير جدا. وليه طلعت زيزو؟ يعني انت نزلت زيزو وبعد كده طلعته. ممكن اقول ان انت طلعته عشان تحافظ على قوة خط الوسط بتاعك اللي عامله مروان عطية وحمدي فتحي. وبصراحة لا، 10/10 خط وسط النهاردة، 10/10. واتمنى من الله تكون اصابة امام عاشور بسيطة، لان امام عاشور اثر معاك جدا، فرق وكان هيفرق قوي معاك. بس الحمد لله. وكان ليك طرد، المفروض في الشوط الاول في طرد لفريق انتر ميامي. بس في الاول وفي الاخر انت بتلعب في ارضه وسط جمهوره، ما ننساش النقطه دي، ان هو بيلعب على ارضه وسط جمهوره، يعني قوه دفع رهيبه، وتلعب ميسي وسواريز وبوسكيتس. كبروا، بس يعني مهما كان برضو شايفين ميسي، الفريق كله قايم على ميسي. لمسات ميسي هي لمسه سحريه بجون. الشناوي شال منه النهارده كور؟ لا، لا. الحمد لله على النقطة. الأهلي يستطيع إن هو يوصل للدور 16 ويوصل مستريح جدا كمان بأمر الرحمن. أنت ضيعت من إيدك 3 فرص، لا تقدر. خلي بالك، هو فريق انتر ميامي اضعف فرق البطوله، معنى او اضعف فرق المجموعه، معنى كده ان انت مش هتعمل حاجه مع بالميراس ومع بورتو. لا، تقدر تعمل حاجه مع بالميراس، تقدر تعمل حاجه مع بورتو بامر الرحمن. على الاقل تعادل وفوز باذن الله. ان شاء الله خير، ان شاء الله الاهلي يستطيع ان يوصل دور 16. لازم نثق في نفسينا. المشكله ان اللعيبه نزلت الشوط الثاني برضو بعيده عن اللياقه البدنيه، اللعيبه نازله، لا ده مش يومي. انا النقطه دي الواحد كان خايف قوي من النقطه دي، وكابتن سيد عبد الحفيظ قالها ان اللعيبه لو وصلت لها ان ده مش يومي، خلاص هنخسر المباراه. وكنا هنخسر في اخر دقيقه فعلا، لولا الشناوي والعارضه. ميسي والسويرف اللي لعبها، لا خدع جدا. الشناوي 10/10 لعبها بايده وجت في العارضه وخرجت. مباراة مجمل الحمد لله. الشناوي اديله
10/10 مستريح. ياسر ابراهيم برضو 9/10 ممتاز ياسر. اشرف داري 7. محمد هاني زفت 3. نبيل كوكا مش قد كده 4. خط الوسط مروان عطية وحمدي فتحي الاتنين اديهم 8. محمد علي بن رمضان يعني لمسته كورة اديله 6. تريزيجيه اديله 7. امام عاشور ما اقدرش احكم عليه، ده 10 دقايق بالظبط وخرج. واسامه ابو علي اديله 7. واللي نزل زيزو اديله 7.5 كان ممتاز. قفشه حنكشه بس هو وحسين 2 او حسين 0 كمان، يعني حاجه زفت خالص. طاهر يعني 4. ده كان حلقة بسيطة من برنامجكم جيف مي 5. متضايق شوية بس برضه بقول الحمد لله، عشان كان ممكن نخسر بسهولة جدا من الشوط التاني. بس قبل أي حاجة الحمد لله. لو في تقييم ما بين الشوط الأول والشوط التاني، لأ التعادل هو الحق، لأن احنا راكبين المباراة الشوط الأول وهم راكبين المباراة الشوط التاني تماما. الحمد لله على النقطة. شكرا يا أهل إن أنت دايما رافع مصر ومشرفها، وسيبك من أي زملكاوية أو من أي جمهور كاريه الأهلي يقول لك الأهلي لا مش عارفش نفسه، الأهلي هيشيل قبح وهيجي. لا متهيألي احنا شفنا قد إيه النهاردة الأهلي في المحافل العالمية ملوش مثيل. أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، يكون الفوز حليف الأهلي بمشيئة الله، ونسعد كلنا بوصوله دور 16 بمشيئة الله عز وجل. سلام عليكم.